نسوق الحاله قدام الناس علشان لو حصل اي حاجه بعد كده يبقى احنا مش مسؤولين ومش احنا اللي عملنا الكلام دوت يعني. اللي هو الناس عاوزه تريح نفسها، هو عاوز يرمي مسؤوليه من على نفسه. ايه اللي يتقال وايه اللي ما يتقالش ويتقال ازاي ويتقال بناء على ايه، ومين اللي المفروض يكلم اهل البيبي ويقول لهم الكلام الحقيقي اللي بيعبر عن حالته فعلا بدون مبالغه وبدون ما نسوق الحاله قدام الناس علشان لو حصل اي حاجه بعد كده يبقى احنا مش مسؤولين ومش احنا اللي عملنا الكلام دوت يعني. هو الحاله واحد اتكلمت في مصر الناس كلها مظلومه، دكتور النساء مظلوم ودكتور الاطفال مظلوم والاهل مظلومين. هو اولا ما ينفعش طفل يتولد ومفيش دكتور اطفال جنبه. تمام، يعني صح. انت الموقف نفسه انك انت ولدت واديت الطفل الاهل وادوه الاطفال التخصصي يطمنوا عليه، هو لما تحكي القصه كلها لا دي قصه لا تصح. تمام. هو المفروض في دكتور اطفال شاف الطفل واطمن عليه وخرج كلم الاهل وانت خرجت بره القصه تماما. للاسف احنا عندنا بعض العادات وبعض الحاجات اللي هو الناس عاوزه تريح نفسها، هو عاوز يرمي مسؤوليه من على نفسه او عاوز يشيل المسؤوليه عن نفسه زي ما دكتور. احنا بنتكلم عن مستشفى حكومي، يس. وانا لا املك ان انا اقول مش هشتغل من غير دكتور اطفال. أيوة. يعني انا ساعتها في مستشفى حكومي وده عملي لازم اوديه، بس المستشفى الحكومي ما كانش فيها دكتور اطفال. بس دلوقتي فيها الحمد لله رب العالمين الموضوع اتغير. بكلمك عن وقت معين. بالظبط الموضوع اتغير. هو طبيعي، هي ما فيش حاجه اسمها تشد بالشفاط، اسمها الاطفال بتتشد بالشفاط عادي، كل حاجه لها كومبليكيشنز ولها الاسلوب بتاعها.